اتفق التونسيون صباح الجمعة على وقع معلومات خطيرة يتداولها نشطاء الفيسبوك والمواقع الاجتماعية. إنها أكبر عملية قرصنة قامت بها مجموعة الهاكرز المعروفة بالفلاجة للصفحات الموالية للتجمع المنحل. المحادثات التي نشرها الفلاجة أثبتت حجم التآمر على أمن الدولة، وكشفت أيضا حقيقة ما قام به علي الصرياطي مدير الأمن الرئاسي يومي 13 و14 من جانفي 2011. فساد بالجملة وتخابر مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد وتمويل روسي. أما الطامة الكبرى فهي ائتمار بعض الإعلاميين بأوامر بلحسن طرابلسي ورحلات الحج المتكررة إلى كندا، الهدف الرئيسي منها الإطاحة بكل ما له علاقة بالثورة، ولما لا الانتقام من الشعب التونسي الذي أطاح بعصابة طرابلسية. الفضيحة المدوية الأولى وثيقة مسربة من وزارة الداخلية تؤكد تورط الصرياطي في قتل سجناء أيام الثورة. عملية تهريب سهر المخلوع بلحسن طرابلسي كشفها الفلاجة أيضا، فالوثائق المسربة من الداخلية أظهرت حوارا دار بين الصرياطي ومحافظ مطار تونس قرطاج الدولي. الاثنان قاما بتعطيل رحلتين، الأولى إلى إيطاليا والثانية نحو فرنسا. الهدف من ذلك هو تهريب بلحسن طرابلسي. مشرفو الصفحات قالوا إن لديهم من يسرب لهم المعلومات الأمنية الدقيقة لحظة بلحظة. الأخطر من ذلك هو التخابر مع أخطر شبكة تجسس في العالم. إنه فن تخابر المنظومة البائدة مع جهاز الموساد الإسرائيلي. محادثاتهم كشفت أن روسيا تمول أحزابا سياسية من بينها القطب والدستوري ودستورنا. طور آخر من رحلة القرصنة أكد تورط لجنة تقصي الحقائق في سرقة قطعة أثرية تعود إلى عهد البيات. القطعة تم بيعها في صفاقس بقيمة 1,000,000 دينار و800,000 من قبل أعضاء اللجنة. أعضاء لجنة تقصي الحقائق كانوا على اتصال بأحد نواب المجلس التأسيسي. تقول المحادثة إنه باحث في الآثار ويعمل لحساب المافيا ويمتلك السلاح، لكنه لم يشتري القطعة. شكري بالعيد وفصل آخر من فصول الرواية. مشرفو هذه الصفحات يحاولون جاهدين إعطاء رشوة لأحد العاملين في قسم الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول لمدهم بصور جثة بالعيد. الممول الرئيسي حسب مجموعة الفلاجة يدعى بن عرفة، وهو تونسي مقيم بالخارج. تقول المعلومات الأولية إنه يعمل في شركة يهودية بسويسرا وله علاقات مشبوهة مع إسرائيليين وروس، ويقوم حاليا بشراء الصفحات والمجموعات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. الرواية انتهت بتأكيد وجود عملة صعبة وذهب وآثار على ملك عائلة زوجة المخلوع. الممتلكات تحميها حاليا حراسة مسلحة بإحدى الضيعات فانفيضة. فصول الحكاية بدت معقدة، لكن الرابط بينها هو تورط بعض الأمنيين والصفحات وحتى الإعلاميين في خدمة مصالح العائلة التي هرب كبارها صاغرين، ولا هدف لهم اليوم إلا إحراق الأخضر واليابس ومعاقبة شعب لم يرتكب جرما سوى استرجاع كرامته التي سلبت منه وحقوقه التي تاهت بين قصور بلحسن ومجوهرات ليلى. تلك رواية مبنية على حوارات ومحادثات مقرصنة تمت على مدى زمني يمتد منذ ما قبل الثورة وحتى فترة قريبة. رواية مثيرة عرضناها ولا نملك ما يؤيد يقينها ولا ما ينفيها. ونقل الكفر تقول العرب ليس بكافر.
ناقل الكفر ليس بكافر، نقلنا لكم هذه المعلومة.